بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في فيديو اليوم عن معلومة قانونية من الأهمية بمكان، وهي خطوات إزالة الأحكام الجنائية. خطوات إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية. طبعا عند ذهاب الشخص لاستخراج صحيفة حالة جنائية اللي هو الفيش والتشبيه، من الممكن عند الاستلام يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه. وفي النقاط الآتية سأوضح كيفية إزالة الأحكام من على الحاسب الآلي من سجلات وزارة الداخلية. أول حاجة السجل المدني. شبكة السجل المدني التابعة لقطاع الأحوال المدنية بيتم تسجيل أو تظهر عليها الأحكام النهائية التي تم تنفيذها على المتهم. يبقى الأحكام النهائية بتظهر في السجل المدني التابع لقطاع الأحوال المدنية. بيظهر الأحكام النهائية التي تم تنفيذها على المتهم، وتظهر في الفيش أيضا الجنائي دون غيره. طيب، طريقة إزالة الحكم أزيله إزاي؟ عن طريق حاجة اسمها رد اعتبار. رد الاعتبار ده بيكون طلب يقدم إلى محكمة الجنايات، وبعد تقديمه إلى محكمة الجنايات بس شرط إن يكون عدى أو مر المدة القانونية على الحكم، بشرط أن يكون مر على الحكم المدة القانونية، مع الأخذ في الاعتبار إن أول جنحة لا تسجل في الفيش. يعني أول جنحة مش بتسجل في الفيش. ده بالنسبة لقطاع السجل المدني. تاني حاجة قطاع الأمن العام. قطاع الأمن العام شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام، تظهر عليها كل القضايا. يعني في قطاع الأمن العام بتظهر كل القضايا حتى ولو لم يتم تنفيذ هذه الأحكام، بتكون مسجلة وموجودة في الأقسام وفي الكمائن. طيب، طريقة إزالة الأحكام من الأكمنة أزيلها إزاي؟ طريقة إزالة تلك الأحكام من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، بستخرج شهادة من الجدول النيابة العامة، وأذهب بها لمديرية الأمن التابع لها وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، وبقدم الشهادة اللي أنا جبتها، شهادة اسمها شهادة من الجدول، وبقدمها إلى الجهة الأمنية المختصة. بعد ما يطلع على الشهادة ويتبين له أن هذه الشهادة صحيحة وسليمة، بيتم تسديدها والإمضاء عليها، وفي الحالة ديت بيزال الاسم من الأكمنة. آخر حاجة أو آخر نقطة هتكلم فيها اللي هو كارت المعلومات الجنائية. إيه هو كارت المعلومات الجنائية ده؟ كارت المعلومات الجنائية ده اللي هو كارت التسجيل الجنائي أو شبكة المعلومات الجنائية بالبحث الجنائي بمديريات الأمن. عبارة عن كارت معلومات للمتهم، بيتم فيه تدوين اسم المتهم واسم والدته واسم الوالدة وشهرته والسجل الجنائي ومواصفاته الجسدية. طب ليه؟ بحيث يظهر عند عرض على المباحث، بيظهر ان الشخص ده كان من المسجلين الخطأ. طيب، طريقة إزالة هذا الحكم أو إزالة كارت التسجيل الجنائي بيزال، بس شرط إن هو يكون مر على الحكم شرط إنه يكون مر 5 سنوات على آخر اتهام صدر عليه أو صدر الحكم عليه. ويقدم هذا الطلب إلى لجنة الأمن العام لفحص الطلب. طيب، عند تقديم هذا الطلب إلى لجنة الأمن العام، لو الطلب ده اترفض أعمل إيه؟ لو الطلب ده اترفض، بيقيم الأستاذ المحامي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، بيبقى اسمها دعوى محو وشطب المعلومات الجنائية، اللي هو بكارت التسجيل الجنائي. يبقى شرط إنه احنا يكون مر عليه 5 سنوات عن آخر اتهام صدر الحكم عليه.
ويقدم إلى لجنة الأمن العام، وبعد عرضها على لجنة الأمن العام لفحص الطلب، لو من جهة الأمن العام لو اترفض، بيقيم الأستاذ المحامي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية لكارت التسجيل الجنائي. يبقى أنا في الفيديو ده تكلمت عن محو الأحكام أو خطوات إزالة الأحكام من سجلات وزارة الداخلية. تكلمت عن في السجل المدني وفي قطاع الأمن العام، واتكلمت عن كارت المعلومات الجنائية. ودي معلومة مهمة جدا عند ذهاب أو عند استخراج الشخص الفيش والتشبيه من مصلحة من أو صحيفة الحالة الجنائية اللي هي الفيش والتشبيه، قد يتم الكشف عليه، فيجد ان هو ممكن يتم احتجازه. طيب انا اتكلمت في الخطوات اللي انا تحدثت فيها عن كيفية محو او ازالة الاحكام من سجلات وزارة الداخلية في نقاط بسيطة ومهمة. اتمنى ان يكون الجميع استفاد، وبالتوفيق، وشكرا وتقديري الى حضراتكم جميعا.